أقوى رد ممكن تقدميه في حياتك هو الرد اللي قررتي ما تقوليهوش. الصمت مش دايما ضعف، ساعات بيكون قمة السيادة على النفس. احنا بنهدر طاقتنا في تبرير نفسنا لكل حد، بنشرح نوايانا وبندافع عن قراراتنا وكأننا في محاكمة دايمة. بس الحقيقة التبرير هو اعتراف ضمني إن رأيهم فيكي أهم من رأيك في نفسك. لما بتسكتي انت بتسحبي السلطة من إيدهم وبترجعيها لنفسك. فن الصمت الاختياري هو إنك تختاري مين يستحق طاقتك ومين ملوش مكان حتى في عتابك. الصمت بيبني حواليكي هيبة الهدوء وبيحمي سلامك الداخلي من دوشة القيل والقال. مش كل استفزاز يستحق رد، ومش كل سؤال محتاج إجابة. بطلي تفسري خطواتك، خلي نجاحك هو اللي يتكلم وخلي هدوءك هو اللي يحميكي. القوة الحقيقية بتبدأ لما تملكي لسانك، مش لما تعلي صوتك. اللي بيفهم صمتك هو بس اللي يستحق يسمع كلامك. أشوفكم الفيديو الجاي.